وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين، وربنا يرحم شهد وينور قبرها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يخلي كل حبايبي المحترمين اللي بيدعموني واقفين في ظهري، ربنا يخليكم ويحفظكم من كل سوء وشر يا احلى واغلى متابعين اخواتي وبناتي. ربنا يحفظكم من كل سوء وشر يا رب العالمين. وادعي كمان لام فالح سفيرة جبر الخواطر، ربنا يخليك ويحفظك من كل سوء وشر يا رب العالمين، انت واسرتك الكريمة المحترمة يا بنت الاجاويد. وربنا يخليك يا ام ناصر ويحفظك ويحفظ اسرتك الكريمة من كل سوء وشر. وربنا يخليك وربنا يحفظك، وربنا يا رب يزول الغمة وسوء التفاهم اللي بينك وبين اختك، لان كنتم ناس قيمة وقامة، وما ينفعش ان كنتم يعني تكون كل واحدة فيكم في اتجاه كده. ربنا يخليكم. قد ايه هنبقى سعداء ونكون فرحانين لما انتم تدخلوا لأي قناة مع بعض، زي ما كنت بشوفكم زمان في القنوات قبل كده، تدخلوا مع بعض وفي قلب بس واحد. فرحة كبيرة قوي لما اختين يتعهدوا ويتوعدوا على الخير وعلى اكرام الناس وعلى اسعادها. ربنا يديكم الصحة والعافية، ويا ريت ما تخلوش اي حد ما عندوش ضمير يدخل ما بينكم، لان الداخل ما بينكم خارج ان شاء الله. ربنا يوفقكم ويصلح حالكم يا حبايبي، وربنا يديم عزكم ويديم غناكم عليكم، وربنا يسعدكم ويزيد ارزاقكم كمان وكمان يا ولاد الاجاويد المحترمين. هتتكلم النهارده عن ايه يا ام محمد؟ للاسف الشديد لما الاموات اللي كانوا عايشين بينا وما شفناش منهم الا كل ادب وكل احترام يتكلموا عنهم ويقولوا لا ده ما ماتتش شهد، ما ماتتش وهي شهد، هي بحر وبحر هي شهد. انا شفت الكومنتات دي للاسف الشديد في بس عند التاته منه لواحدة ايميلها اسمه سحر، الله اعلم اذا كان ايميل فيك ولا متابعة. يا سحر، لو انت متابعة حقيقية وبني ادمة بتتنفسي زيك زينا وما انتش ايميل فيك هم عاملينه علشان يطلعوا يقولوا الكلام ده، هقول لها اتق الله يجعل لك مخرجا. هي وصلت اننا نستهين ونستهزأ بالاموات؟ عيب عليكم، عيب يا ناس، عيب. اعرفوا ربنا شوية، عيب. الميت ده بقى خلاص في منزلة تانية خالص، بقى هو في دار الحق واحنا في دار الباطل. ما ينفعش الا اننا نترحم على الاموات فقط لا غير. انتم ناس لا تعرفهم رب ولا تعرفهم دين للأسف الشديد. لما نسيء للأموات ونسيء للناس اللي كانت بتحن علينا وبتدعمنا. ليه يا ام ايمن؟ ليه؟ انا بكلمك اهوت، ولا بقول لوز العنب ولا لوز البطيخ. انا بقول لك يا ام ايمن، لما لولو محمد اللي تديكي شهريه وتدعمك ومدام سلسبيل وام ليلى وكل الناس دول الكرام دول وقفوا جنبك، وربنا بعتلك قبلهم كلهم ريري يا ما وقفت جنبك. ريري اللي انت ادعيتي ان هي قالت كذا كذا عليا وهي ما قالتش، لما انت قلتي ان انا قلت لها وطلبت منها دعم وهي قالت لا ام ايمن احق. انا لا طلبت من ريري حاجه ولا ريري قالت لي اي حاجه، انا بس كل اللي عملته ان حذرتها منك، لانك انت فعلا ملكيش عزيز ولا غالي. انت ملكيش عزيز ولا غالي. وارجعي لفيديوهاتك
ارجعي لفيديوهاتك زمان كده وانت تشوف انت كنت بتقولي ايه على حلمية وبتقولي ايه على زاهية. انت ما عندكيش ثبات في المبدأ خالص، بل ما عندكيش اي مبدأ نهائي. ليه ما عندكيش مبدأ؟ ليه بتعضي الايد اللي اتمدت لك؟ ليه ريري؟ الناس قالوا ان التحويلات كانت بتيجي عليكي وباسمك، وريري كانت واسطة خير بينك وبين الناس، والاخر كمان تطلعي وتقولي ان هي بتقسم الحوالات وبتاخد يعني بتقسمها بينك وبينها. عيب لما جزاء الاحسان يبقى النكران. عيب وما ينفعش. يعني انت ست كبيرة وانا ست كبيرة، واللي زي برضه ما ينفعش ان هو ينكر جميل حد. عيب يا حاج، عيب. احنا في يومين مفترجين. ده حتى لو ريري كانت اخطأت، المفروض ان انت كنت تبلعي على الكلام كل اللي انت قلتيه في حقها وهي مش موجودة. هي بتزور في بيت ربنا وانت ما كنتيش بتبطلي عليها كلام، لا انت ولا القنوات اللي معاك. ليه؟ هي مستاهلة؟ هي الدنيا مستاهلة قوي؟ انت ليه ما حفظتيش جميلتها؟ ده انشأت قناتك من العدم. زاهية اللي انت واقفة جنبها دلوقتي وجاعله نفسك ان انت بتدافع عنها، وان احنا كنا مش عايزينك تقفي جنبها ولا تدافع عنها، وان احنا قايمين عليك علشان كده. هي دي مش زاهية برضو اللي قفلت لك قناتك واللي فتحتها لك ووقفت جنبك فيه؟ ريري يعني بعد ربنا فتحت لك باب رزق تاني هي ومتابعينها. كان المفروض يا ام ايمن ترد الجميل ده بايه؟ اقل حاجه، ما هماش عايزين منك حاجه الا كلمه شكر وخلاص وانتهت، وما تجيبيش سيرتهم باي كلمه مش كويسه. عيب. انت خليت الناس حتى اللي دعموكي والقادرين ان هم يدعموكي يخافوا يدعموا اي حد، يخافوا حتى يقولوا كلمة حلوة لحد. ليه تخلي الناس تفقد ثقتها في المصريين اكتر؟ اللي دعموكي ناس من بره يقولوا علينا ايه؟ ليه؟ وعيب عليكي تعملي كده. عيب عليكي. لولو والدتها متوفية، ازاي تشتميها بوالدتها؟ عيب يا حاج، عيب. وانتم يعني انا مش عارفة يعني اوصفكم بايه. يعني انا مش عارفه حتى المتابعين عندكم يزيدوا في الشتايم ويشتموا كمان ويذكروا الاموات. ليه هي شاد الله يرحمها يا ام ايمن دي مش كانت بتدعمك وبتدخل ومن اول الناس اللي دعموك في قناتك اللي انت فيها ديت، وبحر دعمتك حتى بعد وفاة بن اختها وبعد الصدمة اللي هم كانوا فيه هي واختها التانية، ودخلوا لك يدعموكي، ودي حقائق ريري والمتابعين كلهم اتكلموا عنها. ليه يبقى الجزاء الإحسان نقابله بالنكران يا حاج؟ ليه؟ عيب وما ينفعش وما يصحش. انت المفروض تكوني اكبر من كده، نيجي بقى للناس اللي بيلوموا على القنوات اللي بتذكر المستر عاطف وبتنقده في ان هو اساء لهناء. طبعا اساء لهناء لما تدخل يا مستر عاطف في بث المحلاوي وتدعي عليها وتحاسبن عليه وتشتم. طب ما انت كده غلطان. من حق حماده يطلع يدافع عن مراته ويقول اللي هو عاوزه، هو ده الصح. الراجل اللي ما دافعش عن مراته هيدافع عن مين؟ الجزاء من جنس العمل يا مستر، ما ينفعش. انت دلوقتي للاسف الشديد انت تعتبر غلطت في المحلاوي، بس انا مش عارفه المحلاوي فوتها كده ازاي. يعني انت لما تدخل تحاسبن على هناء وهي في قلب بس المحلاوي تعتبر هنت هناء في قلب بيت المحلاوي اللي هي قناته، وانت ما انت ومش عايز كمان حماده يطلع يدافع عن مراته. لا، من حقه ان هو يدافع، وهناء شخصيا من حقها تقول اللي هي عايزاه، لان الجزاء من جنس العمل يا مستر. انت كنت قيمة كبيرة عندنا جدا جدا جدا، وانا من اول الناس اللي يعني كنت شايفة حضرتك في حتة تانية خالص في الفترة الاخيرة دي. من يوم ما ابتديت ان انت تحاول يعني بتقول ان انت عايز تعمل عمليات صلح في عيلة داوود، من يومها وانت ابتديت تتغير تغيير كلي وجزئي، وجيت على حلمية لحساب زاهية. ما نش عارفة ليه. الحلال بين والحرام بين، والفيديوهات والبثات عند الطرفين تبين قد ايه حلمية جوم عليه، وقد ايه حتى بنت حلمية نابها من الإساءة كتير، وطارق برضو نابه كتير. يعني بصراحة أنا ما مش عارفة يا مستر انت ازاي كده، انت ازاي وصلت لكده ولا بقيت كده؟
ننتقل في الفيديو يا حبايبي لحلمية داوود سفيرة الريف المصري. طبعا انتوا عارفين ان حلمية بتبقى تعمل وجبات توزعها في رمضان من يوم ما فتحت قناة، وهي بدأت تعمل كده. والسنة دي بقى بيوزعوا على الطريق. فالناس داخله تقول لي يا ام محمد قولي كلمة حق، هي دلوقتي مش حلمية بتقلد ام الدواهي؟ يا جماعة ليه؟ هو الخير وتوزيع الوجبات حصري بس لام الدواهي بس هي اللي لازما تعمل وجبات وتوزعها؟ يعني اكم قنوات المحتوى كلهم يعني تكاد تكون آلاف القنوات بتعمل وجبات وبتوزعها، يا إما على الناس الغلابة، يا إما بتطلع على الطرق تدي للناس المسافرة في قلب السيارات. ليه؟ يعني ليه دايما تقحموا، عايزين تقحموا حلمية؟ يا القنوات اللي تابعة لأم الدواهي لازم تقحموها وتقولوا ده بتغير منها وعايزة تعمل زيها. في ايه يا جماعه؟ كل قنوات المحتوى بتعمل كده. الناس العاديه اللي لا عندها لا قنوات ولا عندها اي حاجه ولا عندها اي ايميلات بتعمل كده. الناس في البلد عندنا في القرى وفي العزبه هي بتطلع تفرق عصير وتفرق برضو وجبات وتمر وحاجات على قد ما تقدر. يا جماعه ده يعني ده سباق روحاني، كل الناس بتتصارع على عمل الخير فيه. ده عايز يعمل خير وده عايز يعمل خير، والمفروض ان احنا كلنا نجري ونتسابق في الحاجات دي. وربنا بيحب ان الناس يبقى في منافسه في عمل الخير. منافسه في عمل الخير ده شيء جميل وشيء ظريف وشيء لطيف. فعيب انكم انتم تقولوا ان حلميه بتقلد دهية. الناس كلها بتقلدها يعني ولا ايه في عمل الخير؟ ننتقل بقى لتهنئتي لحلمية على السيارة. ربنا يزيدك خير ويديك خيره ويبعد عنك شره. واحسن حاجة انت عملتيها يا حلمية انك جبت السيارة دي، فيما بعد تبقى مشروع لابنك وبرضه هتساعدكم كتير في عمايل الفلوجات وفي المشاوير. طبعا كل ده هيخلي يبقى فيه تجديد، يحصل تجديد كبير جدا في القناة. وبجد خطوة كويسة جدا حكاية العربية ديت يا حلمية. يعني اضعف الايمان لما يكون ما عندكش تصوير في مشاوير. بشوف ناس هنا جايبين عربيات ملاكي وبيروحوا يودوا ناس المطار ويجيبوا ناس من المطار وبتبقى بمبالغ كبيرة. يعني دي مشروع جميل جدا لكي والقناتك ولابنك. بجد يعني اول حاجة في الفترة الاخيرة دي تتعمل صح الصح انك جبت السيارة ديت هتساعدك في الفلوجات وهتساعد ابنك يبقى له باب رزق تاني لا قدر الله لو حصل اي حاجة في اليوتيوب. ما هو اليوتيوب ما هوش مضمون، فكل واحد المفروض شاب في عمر طارق كده يدور على رزق تاني وباب رزق تاني او يعمل مشروع علشان ما يبقاش اليوتيوب هو المجال الوحيد الموجود ليه. زي ما في ممثلين كتير بيعملوا مشاريع علشان يقدروا يعيشوا لما يوصل بهم سن الاعتزال. فده احسن مشروع واحسن حاجة انت عملتيه.